هذا ما تجدونه على هذه المساحة الصغيرة من الشاطئ العام الذي يفصل بين منتجعين سياحيين في منطقة يقال إن شواطئها هي الأنظف في لبنان. البحر بالشمال أنظف من غير مناطق بلبنان، فهون ما عندنا مشكل، بننزل على طول. هو اكيد في زباله بلبنان ككل، بس البترول يمكن بتنعاد من انظف البحور اللي معقول ننزل عليها. اكيد جاي انزل على البحر، ليش ما بدنا ننزل؟ المي كثير نظيفه وتأس حلو. انا ما بيأثر معي اي منطقه، لانه هو نفسه البحر ذاته، اذا بين بترول ولا بيروت ولا صيدا، ما هو البحر بحر، فما بتفرق معي انه بحر هون انظف من هون. تكثر الاعتقادات الخاطئه في اذهان اللبنانيين عن امكانيه ارتياد الشواطئ، خصوصا أن مياه الأمطار والثلوج قد تشبعت من عصارة القمامة، فضلاً عن مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية. هل بإمكاننا ارتياد البحور والاستمتاع بالصيف من دون مخاطر؟ وكيف تتحضر المنتجعات البحرية للموسم الجديد؟ كل سنة بيكون بجهوزية تامة، والسنة الحمد لله يعني جاهزين 100% للموسم. منطقة البترون بالأخص ما تأثرت تأثير مباشر بالأزمة. نحن هون بالبترون بالعكس، نحن بيجوا لعنا الناس من المدينة، بيجوا لعنا من بيروت، من جبل لبنان، لأنه البحر نظيف. هذا الموسم مثل كل موسم، نحن قبل ما نبلش بننزل على حسابنا الخاص، بنجيب عمال وبننظف الشط وبننظف المي، وزيادة عن هيك بتساعدنا البلدية كمان، بتعمل حملة وبتبعت أشخاص من قبلها بينظفوا الشط. بحر البترون مشهور. أكثر من هيك إجا ناس من قبل الدولة، يعني الوزارة، وأخذوا عينة من المي وعملوا فحوصات كانت كتير إيجابية. 25 عينة من مياه البحر يأخذها المجلس الوطني للعلوم البحرية مرة كل شهر من نقاط مختلفة على الساحل اللبناني لإخضاعها للفحوص المخبرية، ويحدد على أساسها نسبة التلوث، إلا أن النتائج الأخيرة قد تكون مفاجئة للبعض. النفايات إسا ما حلا توصل على المياه الجوفية، يعني نحن بنعرف إنه 70% من الأبنية ببيروت بتستهلك ميتها من الآبار الارتوازية الخاصة فيها. هيدي اللزوم هذا النفايات، عصارة النفايات اللي نزلت ما حلا إسا توصل للمياه الجوفية. تنزل بالتربة وتروح عبر التربة، بدها شتاء، بدها مي كتير تنزل تتنزلها معها وتوصل للمياه الجوفية، ومن المياه الجوفية توصل على البحر. الشعب اللبناني اللي بيشوفه إنه لما بيشوف نفايات تكدست بالشارع ساعتها وقف، ما هالنفايات كان زوما عم بيروح على البحر، يعني ما تغير علينا، كان يروح عبر مكب الناعمة، مطمر الناعمة، يجمعوا المي العصارة اللي بتطلع من المطمر، لكن ما يعالجوا معالجة شبه غير موجودة، ياخدوها بسيترنات على محطة الغدير ويكبوها بالبحر. أكبر نسبة تلوث بحري في لبنان ناتجة عن التلوث البيولوجي والعضوي بسبب مياه الصرف الصحي التي لا يتم تكريرها في المحطات الموجودة أصلاً على طول الشاطئ اللبناني. أما التلوث الكيميائي فمصدره الأساسي هو المخلفات التي ترتكبها المصانع من خلال رمي نفاياتها في الأنهر أو في البحر مباشرة. وانطلاقا من الفحوصات الدورية التي تجرى على مياه البحور، بات ممكنا للخبراء البيئيين تحديد الشواطئ الأقل تلوثا والأنسب للسباحة. إذا أخذت العريضة ما ملوثة، العبدة ما ملوثة، أكيد عندي طرابلس خطر كتير، لأنه المكب مثل مكب صيدا، هذا مكب عشوائي. إذا وصلت الأنفة عندي منطقة نظيفة، منطقة شكا اللي هي ملوثة من شركة شكا، بعد شكا باتجاه الجنوب في عندي منطقة الهري اللي هي كتير نظيفة، بسلعاتها صحراء. ليش؟ لأنه في معمل سلعاتها عم بكب نفاياته. منطقة البترون، كفر عبيدة، عمشيت، جبال، هي كلها مناطق نظيفة. طبرجة في المجارير منا نظيفة، جونة نسبيا، بيروت عندك الخليج تبع بيروت اكيد ما نضيف. مسبح الجامعه الامريكيه بترجع تنظف المنطقه، الحد الرملي البيضر، الدمور نظيفه، الجيه حسب ايش بنكب من معمل الجيه تنشوف كانه ملوث او لا، بتكملي كل ما رحتي صوب جنوب كل ما صارت المي انظف. بين منطقه العريضه الشماليه واقصى الساحل الجنوبي في الناقوره، اختر ايها المواطن اللبناني الساحل الأقل تلوثاً لتمضية أيام الحر القادمة، فالتلوث يرخي بثقله أكثر فأكثر على الثروة الطبيعية في لبنان، لتتحول سلامة المواطن من حق عام إلى هاجس فردي. أماندا معوض، كتائب.org.